حبايب قلبي عاملين ايه؟ طبعا انتوا عارفين رمضان بقى وعزايمه، كل سنه وانتم طيبين. هو رمضان خلاص على الابواب اهوت، بيقول وداعا. والله العظيم ما في احلى من الشهر ده من اعمال بقى، وكل حاجه حلوه فيه، اعمال صالحه واعمال خير وعزايم للاهل والاحباب واللمه الجميله اللي احنا بنبقوا فيها. احنا كان عندنا عزومه في بيت العيله، وقلت بقى اصور لكم العزومه كده وانزل لكم بيها، يعني قصدي اصور لكم المطبخ يعني، واحنا بنطبخ احنا وسلايفي. احنا عددنا ما شاء الله بيت العيله عددنا كبير، فقلنا ايه، قلت لهم والله انا هصور المطبخ واحنا بنطبخ بقى وانزله لكم على الصفحه بتاعتي. طبعا انا بعمل البسله اهوت، ونزلت البسله كانت جهزت الصلصه. ونزلنا بالبسله زي ما انتم شايفين كده، وكنا جهزنا اللحمه في الحله التانية. شلنا بعد اللحمه ما غلت غلوه، شلنا الريم بتاعها ونزلنا ببصلتين كده بشويه فلفل من غير ملح. الملح ده بيكون اخر حاجه لما تحطوه على اللحمه يا جماعه، عشان ايه ما تاخدش سوا منكم كتير. تمام كده. انا هسيب البسله ايه تشرب من الصلصه شويه واغطي عليها. هنزل بس اول حاجه بشويه الفلفل الاسمر بتوعنا. هي بتغلى اهيت، نزلنا بالفلفل الاسود عليه ايه، عليه ملح. تمام. يعني كنا قطعنا طبعا البصل بالصلصه كده بحته لحمه عليها، وغطينا البسله لحد ما تتسبك شويه. واللحمه طبعا احنا كنا نزلنا بالطماطم بتاعتها، احنا بنحب اللحمه عليها الطماطم، وايه وغطينا عليها. طبعا بشرنا طماطميه كبيره كده، بصلايه كبيره كده مع الطماطم في الخلاط، وايه وطيبنا بيها اللحمه. اللحمه هي استوت معانا، وكمان البسله استوت. ودخلنا بقى على العيش المرحوح. احنا بنحبوا العيش المرقوق ده يا جماعه في العزايم، بيبقى جميل خفيف كده، ويتغمس بيه طبعا التحبيشات اللي بتبقى في ريح العزايم دي بتحب العيش. و والكل يعني بيحب الغموس كده في ريح الايه الوجبات يعني. احنا خبزنا العيش وقطعناه 4 تربع، وهو بنخبزوه عند الفرن بتاعنا اهوت كده. العيش استوى معانا، ودخلنا بقى ايه على البرايم بقى، واحنا ندسه بقى البرايم بتاعتنا في الفرن. طبعا احنا كنا دخلنا مجموعة برايم في الفرن، شوية برايم والرز ايه، عشان مش البرايم ما كانش هتقضي معانا. عملنا كمان الصواني دسناها في الفرن. طبعا احنا بنغسل الرز الاول، وبعدين ننزل بشوية ملح عليه مع ايه، مع اللبن. تمام. احنا كده ايه، عملنا صينيتين في ريح البرايم بتاعتنا. عملنا عدد يعني دخلناه الفرن وكده. وده ايه الرز اللي ايه قلنا نزود بيه يعني عشان الرز يقضي. تمام. احنا اول حاجه هو عملنا دخلنا البرايم. طبعا البرايم تاخد نص سوا كده، وبنطلعها نجهز معاها نجهزها يعني، نسقيها بقى الزيت والسمنه بتاعتها. طبعا جهزنا السلطات والمخللات، وهننزل بقى